مقلب حمدي ووفاء الجزء التالت. طبعا كلنا شفنا الجزء الاول والجزء التاني، وكل بقى عنده فضول ونفسه يعرف ايه اللي هيحصل في الجزء التالت. تابع الفيديو للنهاية وانا اقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط. في نقطة مهمة جدا محدش خد باله منها في الاجزاء اللي فاتت. ندى مش موجودة في تركيا، هي سافرت معاهم دبي، لكن حمدي ووفاء ما كانوش بيصوروها ويطلعوها معاهم. ولو ترجعوا بالذاكرة شوية لورا، حمدي قال لندى ان في مفاجأتين، المفاجأة الأولى سيئة والمفاجأة التانية سعيدة. المفاجأة السيئة إن حمدي يقول لندى إن احنا سافرنا وسبناكي، وطبعا هي انهارت وعيطت زي ما انت شفت في الجزء الأول. وبعد كده هيكون في مفاجأة تانية سعيدة، وهيكون حمدي قايل لندى إن التليفون هينقذك. طب المهم بقى المقلب هيكون في مين؟ في الحقيقة المقلب معمول في وفاء مش في ندى. يعني كل اللي انتوا شفتوه من ندى كان مجرد تمثيل بالاتفاق مع حمدي، وهيكون في مكالمة تليفونية لندى من أبوها يعرفها إنه سايب لها جواز السفر. معنى كده إنه هيرن على ندى وتحصلهم على المطار وتروح معاهم دبي. وبعد كده حمدي هيعمل المقلب كامل في وفاء. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.